السلام عليكم. تخيلوا ان الاتحاد مهدد انه ما راح يشارك في دوري ابطال اسيا الموسم القادم. الاتحاديه ممكن يقطوا من عندهم يا سيدي ولدوا بينحاربوا مرتين ورا بعض. والدوري السعودي راح يصير من اقوى 5 دوريات في العالم خلال ال5 سنوات القادمه على راي الدور. والاهلي السعودي من جرف اللي دحدين. تعالوا نتكلم شويه عن اخر اخبار الكره السعوديه. يلا بي. في البداية والله ما في أي اتحادي راح يستوعب إنه مستحيل يشارك في دوري أبطال آسيا الموسم القادم، مستحيل يا سيد الناس. كلموا في أي حاجة تانية إلا إنه ما راح يشارك في دوري أبطال آسيا. الآن إدارة الاتحاد بتسابق الزمن وبتحاول تسدد الديون اللي مسجلة على النادي والمقدرة ب 120 مليون ريال سعودي قبل يوم 31 مارس، يعني بعد 8 أيام من الآن. تخيلوا كده، لازم تدفع 120 مليون ريال سعودي خلال 8 أيام. طيب يا استنى لنهاية الشهر، طب مع الرواتب يا سيدي ونقفل لك حساباتك. لا، عندهم بس 8 أيام عشان يسددوا المبلغ ويطلعوا الرخصة الآسيوية، وإلا وهذه الطامة ما معاك أي آسيوية الموسم القادم والمرة الثانية على التوالي. الاتحاد ممكن ينحرم منه يشارك في دوري ابطال اسيا للمره الثانيه على التوالي. صراحه الله يكون في عون اداره نادي الاتحاد، وقبلهم الله يكون في عون الجمهور يا سيدي على التوتر اللي حتعيشوه الايام القادمه. ولكن بريق امل، في اخبار تقول انه المبلغ اتدبر يا سيدي وراح يتم تكفيل جميع الديون قبل يوم 31 مارس، والعلم عند الله. ما علينا. خرج كريستيانو رونالدو بتصريح اثناء تواجده مع منتخب البرتغال يا سيدي في تصفيات يورو 2024، وقال ان الدوري السعودي دوري تنافسي جدا. واضاف كريستيانو انه الكرة في السعودية فيها تنافس جدا. انا انبهرت صراحة بالمستوى المقدم هناك في الدوري. اكيد ما هو الدوري الانجليزي، انا ما راح اكذب عليكم، لكن لو استمروا في الخطة اللي هم شغالين عليها راح يكون الدوري السعودي من اقوى 5 دوريات في العالم خلال ال5 او ال6 او ال7 سنوات القادمة. يا شيخ يسعد امك على الكلام الحلو هذا، وهذه شهادة من لاعب اسطوري وبعقلية احترافية زي كريستيانو رونالدو، يعطيك دليل انك انت ماشي في الطريق الصحيح. باذن الله الخطة اللي شغالين عليها تجني ثمارها يا سيد الناس، ونشوف الدوري السعودي من اقوى دوريات العالم. ما علينا. ايش بيصير في الاهلي يا جماعه؟ يا جماعه الاهلي كيان كبير وله جماهير كبيره جدا جدا. حرام اللي بيصير في الاهلي هذا يا شباب. كل اللي بيصير من عبث وعدم احترافيه في التعامل. الان الاهلي موقوف من تسجيل اللاعبين خلال الفترتين القادمه الصيفيه والشتويه. يا عمي هو ناقص؟ قلنا الاهلي قرب للصعود لدوري روشن وراح يكون مستواه ممتاز، وقلنا الاهلي في الفتره الاخيره مستوياته ممتازه. جاءت الان قرار من الفيفا ويقولوا قرار نهائي بانه الاهلي غير مسموح له بتسجيل اي لاعبين خلال الفترتين القادمه الصيفيه والشتويه بسبب كثره الشكاوي يا سيدي وعدم دفع المستحقات. وفي معلومه سمعت يا سيد الناس وبالأرقام يقول لك إنه الأهلي خلال آخر 5 مواسم سجل 40 لاعب أجنبي. الله أكبر، 40 لاعب أجنبي خلال آخر 5 مواسم. يا لطيف، نحسبها كده يا سيد الناس، 40 على 5 8 لاعبين أجانب بالموسم. يا حبيبي إذا كان كل فريق مسموح له 7 أجانب، أنت معدلك في التوقيع مع لاعبين أجانب في الموسم 8. يا سيد الناس كيف سويتها؟ أقنعونا كيف سويتوها يا إدارات الأهلي. ما أقول غير الله يكون في عون جماهير الأهلي، وبإذن الله يتم حل المشكلة ونشوف الأهلي من أفضل لأفضل. بس يا سيدي هذه كانت حلقة خفيفة لطيفة ظريفة عن آخر أخبار الكرة السعودية. لو عجبتك الحلقة اشترك في القناة. دمتم بسلام.